السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل بقى مع بعض النهاردة. معانا فرخة هنشويها. تمام. معانا بقى هنا بصلتين كبار، قرنين فلفل، جزرتين، وعود روزماري، وبرتقانية صغيرة. تمام. هنضرب بقى الكلام ده كله في الكبة بتاعتنا. طبعا غاسلين الفرخة ومخلينا زي الفل. هنتبل بقى الفرخة بتاعتنا بالكلام ده. تمام. ادي الخلطة بتاعتنا جاهزة. هنحط بقى اعمليها ملح، فلفل اسمر، حبهان وجوز الطيب مطحون. نقلبهم مع بعض كويس ونبتدي بقى نتبل الفرخة. هتتبليها بقى من جوه كويس جدا ومن بره. وبالسكينة كده ومن جوه تحاولي تفتحي صدر الفرخة من جوه، تغززيها كده عشان تشرب من التتبيلة بتاعتك. وهكذا الورك برضو من جوه. ايوه تمام كده. بالراحة تفتحي الصدر واللي وراك من جوه، وتبتدي بقى تدخلي فيها التتبيلة. البرتقانة بتديها ريحة وطعم حلو قوي يعني بصراحة. ده بقى الرز بتاعنا. معنا بابريكا. معنا بقى نص كيلو رز بسمتي. معنا بابريكا، زعفران، آه، كركم، فلفل اسمر، حبهان، قرفة، وواحدة ليمونة مجففة. تمام. والخضار ده بتاع الفرخة. معانا بقى بتنجانتين كبار، واتنين بطاطس، ومعانا قرنين فلفل اخضر والوان. هنقطع بقى الخضار بتاعنا. وده بصلتين برضو. هتغسلي بقى الخضار وتقطعيه مكعبات زي ما انت شايفة كده. تمام. هنقطع بقى الخضار بتاع المكعبات كده ونحطه مع الفرخة. هنحطه حوالين الفرخة، مش هنحطه جواها. معانا بقى يعني شوية زيت زيتون. تمام. هنحط عليهم بقى بابريكا، شوية كركم، وادي شوية كمون صغيرين، فلفل اسمر. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض، طبعا مع ربع معلقة ملح صغيرة. وندهن بقى الفرخة بتاعتنا كويس. ونحط برضو على الخضار. الفرخة دي طبعا انا متبلاها من بالليل. تمام حبيبي. يعني انا تبلتها كانت حوالي الساعة 1 بالليل كده، واشتغلت فيها الصبح. واللحوم لما تتبل من بالليل بتشرب من التتبيلة، تبقى حاجة يعني هتنجح معاكي قوي يعني ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نحط بقى الصينية بتاعتنا في الفرن ونبتدي بقى نشتغل في الرز. معانا بقى معلقتين سمنة كبار، شوية زيت، نحط بقى الليمونة مجففة، عود قرفة، والبهارات بتاعنا اللي هو حباية مطحون، جوز الطيب، وسنة فلفل أسمر صغيرة خالص عشان ما تغمقش معانا الرز. وده 4 فصوص قرنفل، قرن شطة،
ومعانا بقى بصلاية مفرومة صغيرة، تقطعيها مكعبات صغيرة كده على قد ما تقدري. هنقلب بقى البصلاية بتاعتنا لحد ما تدبل وتبتدي يعني يا دوب تصفر بالظبط كده. نحط بقى عليه الرز، طبعا احنا غسلنا الرز ونقعناه. هنشوح بقى الرز بتاعنا، اي نوع رز بيحب التشويح تشوحي فيه كويس. هنا انا نسيت احط في الاول الدهن الضاني، تمام، فحطيت حته في النص كده وخليتها تسلي، وابتديت اقلبها مع الرز تاني. سقينا الرز والرز اتشرب، وبعد كده بقى حطينا ميه على الزعتر، على الزعتر ايه، على الزعفران وعلى الكركم وعلى البابريكا، ونبتدي نلون بيه الرز بتاعنا زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا بقى ما شاء الله الاكله جاهزه وبألف هنا. معلش اللي انا مسرعه الفيديو عشان يبقى قصير ما يبقاش طويل عليكم. ان شاء الله تعجبكم، وحقيقي كان طعمها روعه وكانت ناجحه جدا، سهله وبسيطه. في رعايه الله، السلام عليكم حبايبي.